المشكلة مش في المتحرش. طبعا كلنا شفنا الواقعة اللي حصلت في الأتوبيس والولد اللي اتحرش بالبنت وهي صورته. الدنيا مقلوبة صح؟ بس هو مين فينا ما تعرضش للتحرش؟ أنهي بنت في مصر ما تعرضتش للتحرش؟ مسلمة، مسيحية، محجبة، مش محجبة، منتقبة، مفيش بنت أو أنثى بتمشي في الشارع وبتحتك برجالة وشوارع عامة وشوارع فيها ازدحام إلا وهي بتتعرض للتحرش. اللي فيهم بقى والواقعة اللي تتشهر وحظها هي اللي اتقبض عليه ده هي وحظها. فينا اللي بيسكت وفينا اللي ما بيسكتش. انا عايزه اتكلم معاكم في حاجه كده، يعني اكتر حاجه لافته نظري في الموضوع ده، البنت ازاي تثبت انها تم التحرش بيها؟ يا جماعه البنت لما بيتم التحرش بيها بمهما تصرخ ومهما تقول الواقع ما بتكونش اتشافت، فالموجودين يقولوا ايه؟ احنا ما شفناهوش عمل حاجه، انت بتتبلي عليه، الله اعلم عمل ولا لا، يمكن انت بتكذبي، صح؟ مش ده بيحصل؟ فبالتالي ما بتعرفش تثبت. قبل كده انا وصلت للتحقيقات في الموضوع ده، عارفين اتقال لي ايه؟ واقعة التحرش لازم يكون عليها شهود، 2 شهود يكونوا شافوا الواقعة. طيب هو المتحرش ده مش عارف هو بيعمل ايه وامتى؟ مش عارف ازاي يخطف اللحظة اللي محدش فيها هيشوفه؟ ساعتها انا قلت لهم طب ازاي الناس هتشوف واقع التحرش؟ هو مركز جدا ومستني اللحظة اللي محدش هيشوفه فيها علشان يلمس او يتجاوز في حق البنت دي. لازم شهود، والا هنعرف منين ان هو اتحرش بيها؟ ادي دي مشكله. يعني في حاله ان البنت ما تصورش وتشتكي وتصرخ بسبب الالم اللي حسيته وبسبب التجاوز اللي حصل في حقها، بيتقال لها انت ممكن تكوني بتتبلي عليه، انت ممكن تكوني تعرفيه، ويا ما سمعنا من ده حاجه. يبقى اول حل ده البنت ما بتعرفش تعمل حاجه. البنات قالوا خلاص نصور واقعات التحرش عشان نثبت. ايه ده؟ ازاي انت عندك الجرأة انك تصوري واحد بيتحرش بيكي؟ فين الحياء؟ فين الكسوف؟ هو انت سايباه يتحرش بيكي وبتصوري؟ بيتقال ولا لا؟ بيتقال. لو حصل واحده شافت واحد بيتعرض ليها بتحرش سواء لفظي او كده وصورته من بعيد، وانت ايه اللي يوقفك تصوريه؟ طب نثبت ازاي ان في حد بيتعرض لينا بالاذى؟ نثبت ازاي ان في حد بيأذينا وبيتجاوز في حقنا؟ نثبتها ازاي؟ انا عايزه دلوقتي حد يقول لي، او بجد قولوا لي في الكومنتات وكلكم كده اتكلموا معايا في الموضوع ده، البنت ازاي تثبت ان تم التحرش بيها؟ سواء بالصوت العالي وبالصراخ وبالعياط، الله اعلم، ما بيتشافش ده اصلا. وهو يقف بكل تناحة ومبتسم لانه عارف كويس انك مش هتقدري تثبتي عني حاجه. دي حاجه مهمه جدا ومؤلمه قوي لكل بنت، اني انا تصدقوا ان البني ادم ده اتحرش بواحده. دي مشكله. المشكله التانية واجهت التصوير. لازم يكون في ان البنت تكون مذنبه، مش عن المتحرش وبس، عن اشباه الرجال، حرفيا اشباه رجال. طبعا شفنا الواقعة وشفنا كل الناس، انا مش هنزل صورهم ومش عايزه اجيب زي ما هو كله انتشر وكده.